حضرات النظر الكرام، نتوقف عن تقديم الفيلم. وصلنا في آخر لحظة بلاغ هام. أيها السادة والسيدات، هذا بيان رسمي موجه للأمة. من كان يعتمد على موارد الذهب الأسود أساسا لعيشه، فإن عائدات هذه المادة أي البترول قد انتهت. منذ اكتشاف البترول توقع الخبراء نفاذ هذه المادة وانتهائها إما آجلا أو عاجلا، وها هي النهاية قد حلت، فماذا بقي؟ لا قال زوين. لكن الأمر بالنسبة لأولئك الذين سقطوا في ملذات الاستهلاك الظرفي للمواد المستوردة المنتجة وراء البحار في وقت كان يمكنهم فيه إنتاج مثلها محليا، الأمر بالنسبة لهؤلاء مختلف، إذ أن مرحلة ما بعد البترول تشكل بالنسبة لهم أفقا مظلما مسدودا. انتهى البترول إذن، ولم تعد الآبار إلا جزءا من ذكريات ماض قد ولى. وقد اتخذت الدولة في مواجهة هذه الوضعية الجديدة الإجراءات التي يتطلبها الموقف. والكميات القليلة المتبقية من مخزون البترول سوف لن تخصص إلا للمصلحة العامة، بحيث لا تستغل إلا في حالات معينة ومحددة، مع شن حرب حقيقية على مظاهر التبذير والإهمال في استهلاك الكهرباء والمواد الغذائية. وإن الأمر هنا يحتم على كل عائلة كثيرة الأفراد الالتقاء في غرفة واحدة وإشعال مصباح. ربي كبير في هذا النهار الجمعة وتبين حقه. في خبركم بأن الجزائر تقلبت أحسن تقوليبة سيادة وقيادة وشعبا أيات كما تسمعوا. تخيلوا بأن السفير ديال إسرائيل راهو في السنغال مشى دارهم الحوالة ديال العيد. والشعب السنغالي راكم تلحسوا له النهار كامل راهو فرحان لواحد الدرجه لا تصور. نخليكم تشوفوا. اول حاجه بغيت نقول خوتنا في السنغال لقد تمت العمليه بنجاح. خورنا الجزائر احسن تخويره. ساليو ذبحوها، داو السنغاليين الفلوس ورشاوهم وداروا ضجه، وفي الاخر خوروا لهم احسن تخويره مع اسرائيل. يلا دوروا على السنغال وفرجونا يا من الدوله لدوله. راني مهيهط. راك مغيبس. لا كيما راني مخرقه شويه. تكلي تكايزست وتخيففت مع تغيلنت تخنبشت. هي الحمال ديك يتلمهم في الحبا ثم قول راني مشرمن مكرطب. تكلي راك تتكرطب. يرحم والديك يرحم والديك راك غايه لاباس. فلتحيا إسرائيل وتحيا أمريكا ويحيا المغرب. لا عليك. ثم عاش الملك عاش الملك عاش الملك. أمريكا تموت علينا وتحماق علينا، وديما في جنبنا وديما واقفة معنا وديما كتدعمنا. أمريكا تم المقرر المدرسي ديالهم داين الرايه ديال بلادنا وكيقريو وليداتهم علينا، باننا حنا المغرب اول دوله اعترفت بامريكا. الجزائر هي الأول دولة تعترف باستقلال أمريكا 1776. أول. والله يعطيك المسخ. No country has been a friend of the United States longer than Morocco. You were the first nation to recognize us back in 1777. لا عليك. إسرائيل اليهود عمرهم أذاكم نتوما المغاربة. اليهود الله يعمر لهم الدار، عاشوا معنا في بلادنا، كبروا معنا، كلاو ماكلتنا، تفرشوا التراب ديال بلادنا وتغطوا السما ديال بلادنا.
عمرهم اذونا. عمر شي يهودي ضرب مغربي، وعمر شي مغربي ضرب يهودي. عشنا معاهم في السلم والسلام، تعلمنا منهم بزاف ديال الحوايج واستفدنا منهم بزاف ديال الحوايج، علمونا التجاره والله يكثر خيرهم. وعمر شي يهودي في التاريخ ديال السوشيال ميديا خارج ولقيتيه كيعير المغاربه ولا كيسب ليك بلادك ولا كيسب ليك بلاد بلادك.